دايما من امتع لحظات الدوري بتكون في ماتشات الحسم اللي بتبقى لازم تكسبها وعلى الاقل ما تتغلبش عشان تاخد البطوله. فتعال احكي لك على ماتشين كانوا قريبين شويه في تفاصيلهم رغم ان بينهم فتره زمنيه كبيره. في موسم 2011 الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا بعض في الدور الثاني من الدوري، وساعتها الفرقتين كانوا في منافسه قويه جدا على البطوله، بس الزمالك كان لازم يكسب الماتش عشان يقلل الفرق مع الاهلي اللي كان داخل الماتش فارق 5 نقط. فبيبدا الماتش اللي الزمالك دخله بقوه كبيره وقدر يجيب وقتها الاول في اول 5 دقايق من الماتش، بس بيقدر الاهلي بعدها يرجع في الماتش بجون جده بعد غلطه من عبد الواحد السيد عشان الديربي يرجع يسخن من تاني. بعدها الزمالك فضل ضاغط لحد ما قدر حسين ياسر يجيب التاني للزمالك بعد اسيست يدرس من شيكا عشان يخلص الشوط الاول 2-1 للزمالك اللي كنت تحس لعيبته عندها رغبه في الفوز اكتر من لعيبه الاهلي. وفي الشوط الثاني حسام حسن قرر يتحفظ ويلعب على المرتدات، وعلى الناحيه الثانيه جوزيه رمى كل اوراقه الهجوميه عشان يرجع في الماتش، وقدر الاهلي وقتها يجيب التعادل في الدقيقه 80 بعد الكره ما كانش فيها بجنيه فير بلاي، لان كان في 2 لعيبه من الزمالك واقعين والزمالك كان مخرج الكره عشانهم اصلا، بس الاهلي استغل ده ولعب وجاب جول عشان يخلص الماتش 2-2 وقدر الاهلي يكسب الدوري الموسم ده.